الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ونواصل درسنا في هذا الكتاب في معاني أسماء الله الحسنى المعطي المانع لا يناكمنا المعطي المانع لا مانع لما أعطاه ولا معطي لما منع. الشيخ رحمه الله المعطي المانع سيفسروا لا مانع لما أعطى سلستوك لك يلم ولا معطي لما منع سلك لك لو دقم مساتو أكال فجميع المصالح والمنافع منه تطلب إيه كوانا نقدي مصالح تقموشنا ميبجو نقروش باتك علي كسو بچانو مفلقوت وإليه يرغب فيها مصالحنا منافع لما سقنيت يفلق رجاء رغبوا ودى الله بچامه هنا اللبت وهو الذي يعطيها لمن يشاء نزل مصالح منافع لشاو كباروت مساته والسو بچانو ويمنعها من يشاء يكلكلو يشاونم دقمو يكلكلو السونو بحكمته ورحمته ينسي يارق دقمو زنبلو ساهم بحكمته ورحمته. الشهيد شهيد من قده لت معنى لفسروا لنا ولبنا لالن أي المطلع على جميع الأشياء كل من قرم يكمالتنا سمع جميع الأصوات خفيها وجليلها كل من قرم كل من دمس الله سبحانه وتعالى سمتان مسترم بيهن جليين بيهن وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها نقول لأصواتنا لموجودات يا رجلنا تفصيل خفيها وجليلها بجر من قرأ عن بعد لجميع لهن سلمتشل خفيها وجليلها وجليها يتشالل لكن الأولى تفصيل لمضاف إليه مهون صغيرها وكبيرها وأحاط علمه بكل شيء ينقدي عندي شهيد معنا بز فسروا الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه يهدق مليلانيا معنا بزه مفسر على الشهيد املو سمو مسكاري خير لسرع بزاو بسراو لا مسكرو بزاو ثواب ممن ادى مدفو لسرام كذلك شهيد عليه يجازيه بما فعل. المبدئ المعيد قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده دي فطران مجمرة يجمروا يفتروا السنة وهلا من دقنا كما بدأنا أول خلق نعيده ملسو مكسكساتشو مسونا المبدئ المعيد ابتدأ خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا ثم يعيدهم انجلس ياسقنهم لنبلوكم أيكم أحسن عملا إذا عبدا صالح تفسير بزوجزي تذكرال في آية الملك ثم يعيدهم ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي المسيئين بإساءتهم دي مجمرة خلقوا السنة سيخلقنم لابتلاءنا وعلى مملسان من قده للجزاء زج دار الفانية لا يبقى سالفنه لما من داتم ملسو مكسكسان السنة وكذلك هو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئا فشيئا زهو دنيا لا ينقده كل يوم هو في شأن شيئا فشيئا مخلوقات وجن ما سقنية يجمر السنة ثم يعيدها كل وقت بيجزي الله سبحانه وتعالى يخلق إيه انجدي بدؤنا مدقمو الزهو دنيا لا يمفسرال وأنه يتوقعوا يعنيوه هنو يال الزهم لاي عند الزهو يفسرال الفعال لما يريد وهذا من كمال قوته ونفوذ مشيئته فعل لما يريد مهنو فلقون المسارة قوة يتمعلى لمهننا مشيئة ودقمو نافذة سلوهناج
من كمال قوته ونفوذ مشيئته وقدرته. طيب، أن كل أمر يريده يفعله بلا ممانع ولا معارض، وليس له ظهير ولا عوين. متقارب ناتشو عويننا ظهير. الله سبحانه وتعالى يشاءون يسرال مانم مكلكلونا مانم معارض لله يلو አጋዥም የለው على أي أمر يكون በሚከሰት ነገር ላይ በአጠቃላይ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ليس له ظهير ولا عوين، بل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ومع أنه الفعال لما يريد ما هو نقال، فإرادته تابعة لحكمته وحمده، فهو موصوف بكمال القدرة ونفوذ المشيئة. الله سبحانه وتعالى انقدي بكمال القدرة ثلثاء يتمولى بمهوننا مشيئة ودقمو تفصامي بمهون يوصفال، وموصوف بشمول الحكمة لكل ما فعله ويفعله. لحكمانه سراوم نجر ودفيت مسراوم نجر حكمة بحكمة يتمولى لحكمة انجي زنبلو اي سرامان دين نجر. الغني المغني، فهو الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات، من جميع الوجوه والاعتبارات. الله سبحانه وتعالى بذاته غنينا، غنى الله ذاتي كما أن فقرنا ذاتي. طيب، له الغنى التام المطلق يلتقدبه تام مالت متمولى مطلق مياون من جميع الوجوه والاعتبارات، من يوم اعتبارات بمن يوم بكل غنى تامنا مطلق له. إنه نبت لكماله وكمال صفاته. الله سبحانه وتعالى ملوس لهننا بهرياتهم ملوس لهن، فلا يتطرق إليها إلى صفاته نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون إلا غنيا. الله سبحانه وتعالى ما ممكن إلا أن يكون غنيا، غني ينجي كذا صفات وجه ما هو ممكن أيضا، لأن غناه من لوازم ذاته، كما لا يكون إلا خالقا قادرا رازقا محسنا، فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه. الله سبحانه وتعالى بوجه من الوجوه من معنى باحتياج أي وصف. فهو الغني الذي بيده خزائن السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة، المغني جميع خلقه غنى عاما. دباتك علي أن فطران يفلقوا النقر سلم يمولالت غنى عام جميع المخلوقات يبقى كاوسنو جميع خلقه، والمغني لخواص خلقه بما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية. ليت على دق مغنينو لتليو باروتشو الله سبحانه وتعالى انقدي قلبوቻቸው ላይ المعارف الإلهية حقائق إيمانيات ስላፈሰሰላቸው ስለሰጣቸው ለየት ባለ መልኩ እነሱን ደግሞ يغنيهم عمن سواه ከሱ ሌላ ወዳለ التفات እንዳያረጉ ከሱ ሌላ ወዳለ حاجة احتياج እንዳያረጉ ደግሞ ይሄኛው مغني خاص لخواص خلقه. الحليم الذي حليم شاي مالتنا حليم ሲፈርሱት እንግዲህ حليم ቆይ ሚል ዋሉ ያው ነው شاي. الله سبحانه وتعالى حليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة. إدرار مالت እንግዲህ ማንባባ ማለት ነው። يدر در اللبن كثر إذا درت نقوك فاحتلبها فلا تدري الفصيل لمن يكون إلى الشاعر እንግዲህ ማበጭ ካወቃቸው በብላሚቱ ስትወልድ ወይም ግመሊቱ ወተቷ በጣም ይቆረጥማቸዋል። ደረት ናቃ አው ደረት البقرة ይባላል። ወተታማ ስትሆንና ወተቷ ተከማችቶ ለመታለብ ጃሂዝ ሲሆን ስለዚህ የዛ ጊዜ إذا درت نوقك فاحتلبها ይላል።
ወተታማ ከሆነች እለባት فلا تدري الفصيل متى يكون أو لمن يكون فصيل ማለት እንግዲህ ወለዱ ናቀቲን طيب المهم ሻዒሩ ማለት የፈለገው እንግዲህ አንድ ፍርሷ ስታገኝ ያንን ፍርሷ አታሳልፍ ተጠቀመው ነው አሁን የገባ ነው እንግዲህ ያ ደረ ነው ይሄ አደረ ያደረ ሙዳሪዕ ነው ይድሩ ማለት ይፊዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፍጡራኖች ላይ ግልጽ የሆኑትንም ስውር የሆኑትንም ኒዓሞች የሚያንባባው እሱ ነው مع معاصيهم وكثرة زلاتهم ማመጻቸውና ስተታቸው መብዛቱ ጋር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐሊም ስለሆነ ኒዓሙን በእነሱ ላይ የሚያንባባው እሱ ነው فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم ወንጀለኞችን እንግዲህ በወንጀላቸው ሙቃበላ ከማድረግ ይችልና ያልፋል ويستعتبهم كي يتوبوا توبة እንዳረጉ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሱን ሪዳ እንዲፈልጉ ጊዜ ይሰጣቸዋል ويمهلهم كي ብሎ ምን ይላል እናንተ يثيبوا ይላል እንግዲህ ዩኒቡ ቢሆን አውضح ይሆናል እንግዲህ አሳበ ተመለሰ ለማለት ሊሆን ይችላል ከይ يثيبوا ማለት ሳበ يثيب كي يثيبوا እንዲመለሱ እኮስኑማ ብየዋለሁ ዩኒቡ ምኑ ነው ይያልን በኑን ቢሆን አፍضل አውضح ግን ሳበ እንግዲህ የሱቡ ነው የተለመደው እሱም ተመለሰ ለማለት ይሆናል إذ جعلنا البيت ምንድነው የሚለው ቁርአኑ ያለው መሳበተ للناس وامنا መሳባ አንደኛው ተፍሲሩ እንግዲህ من الثواب ነው ብለው አጅር የሚገኝበት መመንጃ መሳባ ማለት ደግሞ መመላለሻ ስለዚህ ዩኒቡ ሚል ካለ አውضحና አስረሑ ነው ብለናል ይሄኛውም غلط ሊባል አይችልም የኛ በሳ ጽፏት በኑን የሆነው አውላ እንግዲህ ይምሂሉም ማለት ጊዜ ይሰጣቸዋል ያዘገያቸዋል ለምን ከዩኒቡ እንዲመለሱ ወደሱ ከየሱቡ ሳበ የሱቡ ነው እንግዲህ من الباب الاول ተመለሰ ለማለት ሳበ የሲቡም ካለ ይታያል ከዩኒቡ ከዝኩራሁን ካልነው ሁሉ احتمالات ያወጣናል ብለናል ንስኻል ላይ ያሉ الشاكر الشكور ማለት ደግሞ አሉ الذي يشكر القليل من العمل ትንሽ ሰርተህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ كما يربي فلوه እዛ ላይ ሐዲሱ ላይ እንዳሳለፍነው ትንሽ ስራ ተሰርቶለት ያንን የሚያሸክ ويغفر الكثير من الزلل ብዙ ተወንጅሎ ደግሞ ይቀርም ويضاعف للمخلصين اعمالهم بغير حساب ያለ መጠን ያለ ገደብ ويشكر الشاكرين ويذكر من ذكره ايه ማለት ነው الشاكر الشكور ማለት ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة تقرب الله منه أكثر الحديث القدسي ብዙ ጊዜ من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا እንግዲህ አንተ ወደሱ ትንሽ ቀረብ ስትል እሱ የበለጠ طيب ቁርቡን ደግሞ የሚመጣው ስሙ ላይ ይፈስሩልናል القريب المجيب أي هو تعالى القريب من كل أحد كيهلاችን ምን በእያንዳንዳችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቅርባችን ነው وقربه تعالى نوعان قرب عام من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته شهر الله እንዳሳለፍነው وإحاطته እንግዲህ ያለ ይሄ ቁርባ ዓም ይባላል ከይለኽ ፍጡራን በአጠቃላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ በእውቀቱ በኺብራው በሙራቀባው በሙሻሃዳ በኢሓጣው ቅርብ ነው ይሄ ቁርቡን ዓም وقرب خاص من عابديه وسائليه ومحبيه
እንግዲህ የጀማል ሙዘከር ሳሊም የሚባለው ነው የዓቢድ ጀምዕ እንግዲህ في ጀማል ሙዘከር ሳሊም مرفوع ከሆነ ዓቢዱና منصوب مجرور ከሆነ ዓቢዲና كذلك ما بعده سائلون سائلين አሁን ሙዳፍ ስለሆነ እንግዲህ ኑኗ ለኢዳፋ ተወድቃለች አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ከሚገዙ እሱን ከሚለምኑ እሱን ከሚወዱ ባሮቹ ደግሞ ቁርብ ኻስ አለው ለነሱ ባይሆን ቁርቡን ምን አሉ ቁርቡን لا يدرك له حقيقة እንግዲህ ኢድራክ ማድረግ ሐቂቃውን አንችልም وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به أي بعبده وتوفيقه وتسديده የዚህ የቁርባን ኻስ አثاሮች የሚታወቁት እንግዲህ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በባሪያው ካለው እዝነቱ ካለው እንክብካቤ ካለው ተውፊቅና ተስዲድ ከበሱሱ ሲያሱን ሲያረግለት እንግዲህ ባሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደሱ ቁርባን ኻስ አለው ብለን አثاሩን እንረዳለን ሐቂቀተል ቁርቡን ኢድራክ ማድረግ ያስቸግራል ومن آثاره من آثار القرب الخاص الإجابة للداعين يلمانيوچ لمنا مرحبا مالت والإنابة للعابدين يعني من إنابة إلى البثاء مهنون ودقمه أول والإثابة للعابدين إلى لأن أنت علم أنون لا من مهن على البثية لنا شبا نون بمهن فانتا فاء مهن أصرحوا السنة إثابة مالتكم ميقزلوا تنسوج بعباداتهم من مالت ممندات من آثار قربه هنا إنابة كتباله من قده المنيب أسألفنا للزالي يسو تفسير اندمالسو مجمّر يوفقاتشو السنة إنابة عبادة كارقوا بوحالا من قده بزاب عباداتشو ممنداتشو السنة بسم يا سيد القين أولاو እቀድሙ ቦታ ያለውን እዚህ ቦታ ቢያረገው ይሄንን ደግሞ ዝላ ያለውን ኑን ወይኒቡነ ብሎ ኑኑን እዛ ቢወስደው هذا هو الأوضح والأصرح فهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما كان يتم ቦታ مهما كانوا يهونتንም ቢሆን وأينما كانوا يتم ቢሆን وعلى أي حال كانوا ከማንኛውም حالة ጸባይ ቢሆኑ كما وعدهم بهذا الوعد المطلقة ስለዚህ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተጣሪን ጥሪ መልስ ሰጣለሁ ብሎ ማንኛውንም ዳዒ ቃል እንደገባው ሁሉ وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له እሱን ለሚታዘዙ እሱን ጣዓ ለሚያደርጉ ደግሞ ኢጃባ خاصة ሚሰጠው እሱ ነው المنقادين لشرعه وهو المجيب أيضا للمضطرين እንግዲህ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ብዙ ጊዜ ያልነው አያ ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين ሰዎች እንግዲህ ከፍጡራን ረጃአቸው ተስፋ ቁርጥ ሲያረጉ የሱን በር ከቆፈቆፉ እነዚህን ሙጂቡ አላህ ብቻ ነው وقوي تعلقهم به طمعا ورجاء وخوفا بالله سبحانه وتعالى ያለው تعلقاቸው በክጃሎትም ተስፋ በማድረግም በመፍራትም በኩል ያለው تعلقاቸው ከበረታ ከመخلوق ሁሉ ባብ ሲዘጋ የሱ በር ብቻ ይከፈትና እነሱንም ኢጃባ መልስ የሚሰጠው አላህ ብቻ ነው ማለት ነው القريب المجيب የሚሉት ስሞቹ ማዕናቸው አሁን የተፈሰረው ነው الكافي عباده جميع ما يحتاجونه ويضطرون إليه እንግዲህ ሐጃን ብዙ ጊዜ ያስቀድማሉ ከضروራ ያልን ነው لكن أشد من الحاجة والضرورة ምንድነው ብለናል አሸባ الضرورة هي الأشد ስለዚህ ካፊ ማለት ባሮቹን በአጠቃላይ የሚያስፈልጋቸውን ነገር በቂው እሱ ነው ضرورياتዎቻቸውንም የሚያሟላቸው እሱ ብቻ ነው الكافي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه كفاية خاصة دقمه بالله لامنه بالله لا يبتال تمكى
كسو حوائجوچون انديسطو كسو يفلگن يدنياونم هونه يدينون كفايه خاصه ميبقاوم اسو ነው الكافي كفايه እንግዲህ ለሁለት ይከፈላል ይያሉን ነው በተዛዋል الأول والآخر والظاهر والباطن قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا جامعا واضحا እነዚህን እንግዲህ አራት ስሞች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አካታች የሆነና ግልጽ ያለ ተፍሲር ፈስረው አብራርተዋል طيب فقال أنت الأول فليس قبلك شيء እንግዲህ زفي الطحوية ምንድነው ይያልን ቀራና ያሸባ قديم بلا ابتداء أنت الأول فليس قبلك شيء قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم كانت بفيت منم نجر يلا ليس لأوليته بداية ولا لبقائه نهاية الآخر لا يندمنا لذا الله سبحانه وتعالى يهنن بلو نبياتنا صلى الله عليه وسلم فسروا بيفسرال كان الله من ليلة حديث مورى له لنا السو حديث لا يموروا عنده للسوست روايات አሉ ይሄ እንግዲህ ليس قبلك شيء ስለፈሰሩት ይሄ ሙአይድ ስላለ ከሶስቱ ይሄ አይነት ተፍሲር ነው ሙዕተመዱ ብለን ያሳለፍንበት ቦታ አለ وانت الاخر فليس بعدك شيء እንግዲህ الاخر የሚለውን فليس بعدك شيء ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈሰሩ وانت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أخرجه مسلم እንግዲህ ማለት ነው እዛ ሶሒህ ሙስሊም ቁጥር ያስቀመጡ ነው 2713ኛ ሐዲስ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه እንግዲህ الباطن أي الذي حجب أبصار الخلائق عن إدراكك باطنن ሲፈስሩ እንግዲህ معنى المفردات يعني حديث يشرحوا أي الذي حجب أبصار الخلائق عن إدراكك فليس دونك شيء لون سفسروا أي الذي لا يحجبك شيء عن إدراك مخلوقاتك فليس دونك شيء مالك أي الذي لا يحجبك شيء عن إدراك مخلوقاتك يعني انجدي في المفردات بزي يفسر له الشيخ رحمه الله الشيخ محمد في بحره زيادة إيضاح يفلقه أنت الباطن فليس دونك شيء علون بزو مابرارياوች የሰጡ አይማዎች ስላሉ እዚህ ቁጥር ስር ማየት ይቻላል አሁን የተባለውን ኪታብ ማለት ነው البحر المحيط الثجاج ስለዚህ እነዚህን አራቱን في أوائل الحديث ያሉ አስማዎች ናቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ ሐዲስ ሶሒህ ላይ ጃሚዕና واضح የሆነ ማብራሪያ ሰጥተው ፈስረዋቸዋል الواسع الصفات والنعوت صفاتنا نعوت እንግዲህ አንድ ናቸው ተብሏል ይለያያሉ ሚሉ من اهل اللغة ቢኖሩ አንድ ናቸው ወደሚለው ነው መይል የተደረገ يا الله سبحانه وتعالى صفاتوቹ نعوتوቹ ሰፊዎች ናቸው ومتعلقاتها واسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها متعلقات الصفات بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه حتى أعلم الخلق به من بلوى النبيات صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليه أنت كما أثنيت على نفسي سلزه الواسع وسعت كل شيء رحمة وعلما إلى الزام سنكرا قرآن الله سلزه صفات نعوت متعلق الصفات والنعوت صفيه هنا بل هو كما أثنى على نفسه واسع العظمة والسلطان والملك واسع الفضل والإحسان عظيم الجود والكرم واسع العلم والرحمة لأن اللونجدي وسعت كل شيء رحمة وعلما رحمة وعلما إذا القرآن لا يتنسب تنجدي من حيث التمييز نو كفاعل محول وجهنا الهادي الرشيد أي الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع
الهادي ማለት እንግዲህ የሚመራ الرشيدም ያውን ባሮቹን የሚመራ የሚያቀና ወደ ጥቅሞች በአጠቃላይ وإلى دفع المضار ويعلمهم ما لا يعلمون ما يوقتن የሚያሳውቅ የማታውቀውን ሲያሳውቅህ الله سبحانه وتعالى هداك وأرشدك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا بعدما قص عليه قصص من قصص الأنبياء تلك من أنباء الغيب نوحيها إليه ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا سلزه ويعلمهم ما لا يعلمون ويهديهم هداية التوفيق والتسديد هذه الهداية انقدي خاصة به بلنا لا يملكها غيره أحد ويلهمهم التقوى تقوان إلهام يارقوا مسو ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره وللرشيد معنى بمعنى الحكيم هوني انقدي أهادي قار رشيد معنى عند أرقوا عمدتنا الرشيد لم لو سمو دقمو عند حكيمم هنو افسرا فهو الرشيد في أقواله وأفعاله وشرائعها كلها خير ورشد وحكمة ومخلوقاته مشتملة على الرشد بزهم انقدي بمعنى الحكيم يفسر على الرشيد ملو مع الهادي يقنانيال مع الحكيم عند ميون بتالو الحق في ذاته وصفاته እንግዲህ الحق በሚለው ይጨርሳሉ ቆጥረን ከሆነ የተባለውን እንግዲህ እናለን ያልቆጠረም ኢንሻአላህ ዝላይ ያብራሯቸውን አስማዎቻቸው ቢቆጠራሉ ሂማዎቻችን ዝም ብለው መሆን የለበትም ጣይ ቢቻል ያልዘከሯቸውንም ተተቡ አርጎ ቁርአን ውስጥ እዚህ ያልተዘከሩ አስማዎች ብሎ መጨመር እሱም ጥሩ ነው ያ እንኳን ባይቻል ምን ማድረግ አለብን ይያልና الاسماء التي ذكرها الشيخ وشرحها سرد ማድረግ መቁጠሩ እሱ አስፈላጊ ነው የቀራነውን ሪሳላ እንግዲህ ማን ስም ተዘክረዋል እዚህ ላይ ማን አልተዘከሩም ቢባል لا ادري هذا عيب طيب الحق في ذاته وصفاته فهو واجب الوجود كامل الصفات والنعوت وجوده من لوازم ذاته ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به እንግዲህ الله ነው የሚያስገኘው ለማንኛውም ነገር الله ካላስገኘው ማንንም አያስገኘውም ስለዚህ الله وجوده واجب الوجود ነው لم يسبق بعدم ليس لأوليته بداية بلنا لك وقدم الأول على اسمه له الزلاي طحاوي ملوت قديم ነው قديم لا ይለያያል يا جماعه قديم من اسماء الله ነው من اسماء الله አይደለም ይለያያሉ ሐዲስ صحيح አምጥተን እንግዲህ ሐዲስ ከሰበተ በኋላ ሌላ كلام የለም ብለን ብዙዎች እንኳን من اسماء አይደለም ቢሉ የሰበተ ሐዲስ አለ في عمل اليوم والليله للنسائي مخرج حديث صحيح ነው ብለውታል حديث كسبته يثبتال ነው ምንለው فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفا አሁን በተባሉት ባህሪያቶቹ እንግዲህ የሚመጠን ከመሆን አልተወገደምም አይወገድምም ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا بإحسان ደግሞ የታወቀ ከመሆን ተወግዶም ማያውቅም አይወገድም فقوله حق وفعله حق ولقاؤه حق ورسله حق وكتبه حق ودينه هو الحق وعبادته وحده لا شريك له هي الحق وعبادة غيره الباطل لذا الله ببتشنينت مملك شريكا يللو سيون حق يهنا وكل شيء ينسب إليه فهو حق هذا الله سبحانه وتعالى من نسب نقربات تقالي حقنا እንግዲህ እሱም حقنا صفاتዎቹም حقናቸው ስላል
أدلة وشامط ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فماذا بعد الحق إلا الضلال فماذا بعد الحق فذلكم الله ربكم الحق بلوكن النزل فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين دي معاني الأسماء الحسنى بزع لك الحق بملو زقود قال ذلك وكتبه إنه لا يصلفنون يالونا يصافوا العبد الفقير إلى ربه رحمه الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه ومشايخه وأحبابه وجميع المسلمين آمين سلزم معاني الأسماء الحسنى انقدي ذكروا لنا للزهلاء عندنا نجزي ندزا سن مرجع يهوننال ملس سيال مذاكرة ما درج علبن الزو تفسيروا قال مصافهم نعمان سلزم ليلة بتاكو شرح أسماء الله الحسنى سل اللغة أبو عبيد النمان ملواتشو علواتشو صفا على شرح الله زازا لا ينقدي عندنا نجاروتشم ليتشمروا يشلالو الزلا يجين يفسروا لنا سدت بالا كلمات السنة مفلقة وتقولوا يا شباب مقدمة الله ابن عثيمين لتفسير شيخه سلزي كمل يو تفسير الليت كم يارجون نجاروتش بلو نقدي هتر رجوا ينقرال اختلافات وجين آيامتهم حشو يلاتشوم يالهون نجاروتش وستو آياس جبوم سلزي سويو عندي أقطاعا صراط معتدل الزو في التفسير عندي قاز كمي أجزو تفسير وجسلهنا تفسير جزال له على تفسير مكتبة يسقبال له على طالب العلم مكتبه وكذا تفسير بعده نداتون مكر له إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تلزم مميزاتهم من بلو كمروا ينقرون إلى بزو تفسير وجكوست جزا ست كارا تحتار እንደዚህ ይላል እንደዚህ ይላል እንደዚህ ይላል ያልሆነ የሌሎችን ተፍሲር ያመጣና ያስገባባል ስለዚህ አንተ ቀልብህ እንግዲህ الشبه خطافه والقلوب من ይላል ضعيفه وهذه ايضا عباره للعثيمين عليه رحمه الله እና ይሄ ግን አንድ አቅጣጫ የሚያስይዝህ ሐቅን ቁልጭ አድርጎ ቢነግር ተፍሲር ስለሆነ ተፍሲር እቅቲና አረጋለሁ ያለ ይሄንንም ከመግዛትና ይሄን ከመምለክ ወደ ኋላ እንዳይል ምክሬን ለግሳለሁ ይላል الشيخ ابن عثيمين نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه